طيب السلام عليكم، معكم شادي العبادي. اللي ما بعرف مين أنا شاب مهتم بموضوع الأديان من سنين طوال، وبقى بهذا الموضوع من سنين طوال. وصدقا كان الموضوع هذا اللي أنا حاب أحكي عنه هنا يعني من أكثر المواضيع اللي أنا كنت يعني مش حاب إن أحكي فيها، لأنه موضوع حساس وإيمان وشغل قلبية وما إلى ذلك. ولكن اليوم أخذت الجرأة والقوة إني أتكلم بالموضوع. ليش صرت يهودي؟ ببساطة أنا صرت يهودي لأنه أمانة أنا حسيت وشفت بعد قراءة في الديانة اليهودية ودراستها لفترة طويلة جدا إنه هي الديانة الحق من الإله يهوه أو الإله الأعظم والإله الأساسي. وطبعا هذا الموضوع كان لعدة اعتبارات وعدة أسباب. السبب الأول اللي بيخليني مثلا أصدق بالديانة اليهودية وأآمن فيها هي قضية أول إشي اعتناق اليهودية. مش اي حدا بيقدر يكون يهودي، تمام؟ ليش؟ لانه هسه انا كشادي لما حبيت اصير يهودي كان الموضوع كثير صعب، اضطريت ان اتعلم اللغه العبريه، واضطريت كمان ان اقعد مع حاخام ومعلم يهودي كمان، وقعدت ادرس معاه التوراة او العهد القديم كامل او التناخ من الجلده للجلده، وكان يشرح لي الكلام صفة صفة آية آية أو عدد عدد عشان أقدر أكون مؤهل إني أكون من شعب الله المختار. فإذا اختيار الديانة اليهودية ما بصير إلا عن علم وإلا عن دراسة طويلة مطولة أقلها 5 سنين. فهي الديانة إذا كانت عن جد من عند الله والطريق صعبة لهي الدرجة، فأنا بتصور أنه هذا واحدة من الأدلة اللي بتثبت صدق هاي الديانة. لأنه ببساطة أنت لما تصير يهودي حتى لو تركت الديانة اليهودية حتظل يهودي إلى آخر الحياة، فهم لازم يطمنوا أنك أنت حتظل يهودي وحيظل من شعب الله المختار للأبد. وهذا طبعا الحقيقة والصح. يعني احنا مثلا نعرف بعض المعتقدات الدينية عند بعض الناس بتقول لك احكي بس كلمة وحتدخل هذا الدين تاعنا، واذا قال رفضت حتنقتل، مع انه الموضوع جدا تافه بهذا الموضوع. في المقابل اليهودية زي ما انا قلت واضحة، انت حتاخذ فتره طويله جدا عشان نكون متاكدين 100% انه بدك تدخل ديننا. واذا طبعا تركت ديننا، هنا بعض علمائنا اليهود بيقولوا قد يطبق عليه بعض اسفار الكتاب المقدس او بعض اعداد الكتاب المقدس اللي تكلمت عن القتل، والبعض قال لك لا، هذا الموضوع كان في الماضي. وهي كمان من جماليه الديانه اليهوديه انه كمان احنا عندنا النصوص قد تفهم كذا، وعندنا مدارس كثير بالتفسير والتاويل. فاللي انا بحاول اقوله انه الديانه اليهوديه ديانه الحق، لانه مش اي واحد ممكن يكون يهودي حتى لو ادعى ذلك في قلبه. ثاني كمان انه الكل بيدعي انه هو له وصل باليهوديه، بمعنى اي ديان حيطلع في العالم اطلع على اصوله حتلاقي دائما بقول لك احنا اصلنا من بني اسرائيل، وبني اسرائيل واليهود هم الاصل. دائما هيك حتلاقي دائما الاديان اغلبها بلا استثناء حديثة كانت او قديمة دائما حتلاقيها بتحاول تنسب اليهود لإلها. ولكن طبعا هذا كل الكلام مش صحيح. اليهود لهم ديانتهم اللي هم نفسهم اصحابها وبيعرفوا ايش هم. كل الاديان حتدعي انه لهم اصل لموسى، بل حتى بعض الاديان حتلاقي فيها كلام عن موسى اللي هو معلمنا الاعظم والاكبر، حتلاقي فيها كلام عن موسى اكثر من النبي تاعهم او حتى المؤسس تاع ديانتهم. فهذا دليل على انه اليهوديه هي الاصل. وما دام اصحاب الاصل موجودين، ليش انا اسمع ناس اجوا بعده بيدعوا انهم هم والله هم الصح؟ طب ما هي الاصل موجود، الاصل موجود عندي، الاقدم الاصح موجود، والعلماء موجودين وانسابهم موجوده. فمن المنطقي انه الواحد اذا كان في ديانه تكون هي الديانه الاولانيه، ما دام كمان الكل بيعترف باليهوديه فاذا هي ديانه الله. اما والله انه الديانه اليهوديه تبدلت او انه اجت ديانه جديده او معتقد جديد او شخص جديد، مش صح ولا كلام منطقي. ما دام اليهود ما اعترفوا فيك اذا انت انسان ليست صادقا. كمان الديانه اليهوديه من الاشياء كمان اللي انا بحبها وبتخلتني فعلا اعتنق هاي الديانه قضيه الانبياء والمصلحين. فعند الانبياء اليهود اغلبهم بشر عاديين، بيخطئوا، بيعملوا اخطاء، اشياء صحيحه. لما يعملوا غلط الله بيعاقبهم عليها، لما يعملوا صح الله سبحانه وتعالى بكافئهم عليها. وهي الشغله انا جد حسيت فيها. انت متخيل انه انا بدي اجي اتبع ملاك ما بغلط ودائما بيعمل الاشياء الصح وبحياته دائما صح صح صح؟ هاي مصيبه. عكس الديانه اليهوديه. الديانه اليهوديه بتقول لك احنا عندنا وصايا، الوصايا العشرة العظيمه: لا تقتل، لا تزني، لا كذا لا كذا لا كذا. انت خالفت هاي الوصايا الحق عليك، تمام؟
ولكنك لا تمثل الدين، أنت تمثل نفسك. نفس الشيء بالنسبة لأنبياء العهد القديم أو أنبياء اليهود. في عندنا النبي اللي بيسرق، في النبي اللي بيقتل، في ولكن كمان هذول الأنبياء اللي بيخطئوا زي ما قلنا بتعاقبوا، وبنفس الوقت كمان بتوبوا. وهذا الاشي بيعلمني أنا كإنسان يهودي صالح أنه لما أغلط أتوب لربنا سبحانه وتعالى وأصلح، ولا آظى أن أخالف الوصايا اللي هي العشرة اللي حكينا عنها. فمبدأ اليهودية حتى في التعامل مع الأنبياء واقعي جدا يا معلم، مش خيالي، مش فانتازيا، مش والله أفلاطوني بزيادة، مبدأ واقعي. بل حتى مفهوم الإله اليهودي خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه، قالوا زي ما بقول صفات تكوين. فأحيانا الإله نفسه لأنه عنده هاي الأشياء، يعني أنه خلقنا زي إنه بيحبنا، لأنه إحنا طبعا شعب الله المختار، بنفس الوقت استعمل تشبيهات في الكتاب تاعنا اللي هو التوراة والعهد التناخ، استعمل تشبيهات خاصة فيه، استعمل مثلا بعض الأشياء زي الحزن، الندم، ما إلى ذلك. ليش؟ لأنه الإله مش بعيد عنا، بل الإله قريب منا، والإله إحنا بنقدر نفهمه لأنه زينا. تخيل يجي لك مثلا معتقد من كائن فضائي، هذا الكائن الفضائي أنت لا بتعرف كيف شكله، لا بتعرف كيف لونه، لا بتعرف أي شيء عنه. وهذا طبعا الحكي يمكن البعض يقول لك لأنه عنده طبعا متأثر بعقائد ثانية، يقول لك هذا بسبب إحنا والله ضد هاي الفكرة. لا، بقول لك أنت مش ضدها لأنها منطقية ولا مش منطقية. الموضوع عندك هو ببساطة عدم اطلاع على المفهوم الصحيح للتوحيد. لأنه الديانة اليهودية باعتراف الجميع، اسمع يا إسرائيل رب إلهنا رب واحد إله واحد. احنا بنعبد إله واحد، ولكن هذا الإله احنا بننزهه من عظمه عن كل شيء، لدرجة انه حتى اسمه ما بنقوله. بل حتى سيدنا موسى لم يعلم اسم الله وسأل من أنت يا سيد؟ قال له هي الذي يهيئ إلى آخره، وقال له أنا إله يعقوب وكذا. احنا حتى اسم الله من نزهه سبحانه وتعالى. أما ما ذكر من صفات تشبيهية وما إلى ذلك كلها أجت في أزمنة قديمة صحيحة، والهدف منها أني أفهم طبيعة الإله، ولكن بدون تصوير ولا تشبيه ولا تجسيم، وأنا أثبت صفاته بدون تشبيه ولا تجسيم. هذا هو الأصل. يكفي انه الكل قلدنا، يكفي انه الكل كمان بيعترف انه احنا شعب الله المختار. جايبه والله مع اعتراف الناس فينا الا انهم بيدعوا انه احنا كتبنا تحافت. كلمة الله تحافت يا انسان، كلمة الله تتحاف، وهذا طبعا كلام فاضي. احنا عندنا كيهود عندنا مخطوطات بالهبل لكتابنا المقدس، وما زالت تكتشف المخطوطات، وعندنا أدلة أثرية تثبت أنبيائنا، عندنا أدلة، عندنا كمان إثباتات لوجودنا حتى في أورشليم المدينة تعيتنا، مدينة الألف عام. عندنا أدلة لوجود الملك عمر، عندنا أدلة لوجود كثير شخصيات دينية، عندنا موسى، حتى عندنا أدلة على وجوده. اقرأ الباديات، اقرأ الأدلة، اقرأ. حتى إحنا ناس حياديين لما ما نلاقي شيء بنقول لك ما لقينا شيء، بل حتى لما نلاقي مشكلة إحنا في مخطوطاتنا بنقول لك ما في مخطوطات، لأنه إحنا شعب الله المختار الذي لا يهتم. بل حتى على قصة لا نهتم، مش إحنا اللي بنيجي بنحكي للناس تعالوا ادخلوا ديننا، لأن إحنا بالبداية وبالنهاية إحنا شعب الله المختار باعتراف الجميع. ولكن من يريد أن يأتي إلينا يجب أن يكون باحث عن حقيقة، مش أي حد يدخل ديانتنا. وكمان الأدلة على صحة معتقدنا كيهود جدا واضحة، زي ما قلت وش اعتراف كل المعتقدات باختلافها بكل شيء. تعترف كل المعتقدات على نحن شعب الله المختار، تعترف جميع الأديان بوجود أنبيائنا، تعترف جميع الأديان إنه إحنا موحدين، بل كل الأديان بتحتاج وبتطلب شفاعة منا. شوف لوين كلها بقول لك إحنا مذكورين عندكم، إحنا موجودين بديانتكم. وزي ما بقول المثل، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقال لهم لا بهذا ولا بذاك. كله بيدعي وصلا باليهودية، واليهودية لا تقال لهم لا بهذا ولا بذاك. بل حتى الأديان اللي عندها عداء معانا زي الصابئة المندئية في بعض كتبها أخذت حتى معتقداتهم بعض من شخصياتنا العظيمة، من أمثال يهانا، يوحنا المعمدان. أخذوا كمان شخصية زي زكريا، أخذوا هاي الشخصيات من عنا إحنا اليهود، ومع أنهم كمان بكرهونا وبيحقدوا علينا إلا أنهم كمان تأثروا فينا. الخلاصة إحنا الأصل
والباقي هذا كله ادعاء لنسبتنا لنا. والديانة اليهودية هي ديانة الحق، ديانة أنبياء العهد القديم هي ديانة الأنبياء، وما حدا بيقدر ينكر هاي الشغلة اليوم. وإحنا حنطبق شريعتنا إن شاء الله في المستقبل في أقرب وقت ممكن، ونرجع أمجاد العهد القديم، ونرجع كمان أمجاد شعب الله المختار، وإحنا هم أساس كل شيء. بكفي إنه الكل بيطمح يصير ربع اللي عنا وبس. هذا هو اللي كنت حابب أقوله.